السلام عليكم عشاق كرة القدم. بلا ما نطول عليكم من بعد الفيديو ديال المنتخب المغربي ضد الموزمبيق، اليوم غادي ندويو على المنتخب المغربي ضد اوغندا، الماتش اللي ماشي ساهل. بلا ما نطول عليكم الخوت ندوزو الفيديو. شوف الماتش ودي ولكن راه مهم، حيت منين كتجي تشوف المنتخب المغربي دابا خصو يرجع الثقه، خصو يرجع يوري بانه جاهز للالقاب وجاهز لكاس افريقيا، وماشي غير لقطات في انستغرام وفيسبوك. وهذا الماتش اللي ضد اوغندا فريق بلا ضغط غادي يلعب معك بكل اريحيه، ما خاسر والو، كيربح كيخسر هاني، ما عندوش كراك المشكل. هنا كيبان الفريق الحقيقي فاش الفريق كيلعب معك بكل اريحيه. دابا نشوفوا المنتخب المغربي في اخر 6 مباريات ماتشات رسميين كان قوي، ربح كل شيء، سجل 26 هدف وتلقى 2، يعني الدفاع كان مزيان. ولكن اخر مباريات وديه بان الفريق اللي ناقص وبانوا بزاف ديال المشاكل، وحيت الجمهور كلشي كيتسائل فين هو المنتخب اللي كنعرف. هذا ماشي منتخب اللي مهم فين كنلعبوا الروح والعزيمه والقتاليه والشخصيه اللي كانت عند المنتخب مشات. اوغندا ماشي منتخب كبير ولكن كيصدع، كيجي لك الصداع في الدفاع وكيجي لك الصداع في وسط الميدان، كيعتمد على القوه البدنيه والكرات الطويله والضغط على حامل الكره، يعني غادي يضغط عليك من البدايه ديال المباراه. ولا كنتي باغي تلعب بالاريحيه راه غادي يدير لك المشاكل بزاف. والمنتخب المغربي خصنا نشوفوا الضغط اللي عالي، ونشوفوا البريسينغ من هاد اللاعبين والروح والقتاليه والعزيمه، ونشوفوا واش اننا معولين على الرجال باش غادي نجيبوا كاس افريقيا. ماشي داك التمرين ديال 3 دقائق باش ندوزو لوسط الميدان. واللي بان بزاف المشكل في وسط الميدان في الماتش اللي فات، الكره ما كتخرجش من وسط الميدان، عندنا مشكل كبير. وهنا كنوجهوا كلام من اللاعبين، هادي راه ماشي غير مباراه وديه، هادي راه مباراه احترام للجمهور. راه اي واحد في الجمهور كيمشي للملعب كيشري تذكيره وكيتعذب باش انه يحصل على ديك التذكيره، كيجري وكيتسنى وباغي يشوف القتاليه والعزيمه، وباغي يشوف الرجال اللاعبين والرجال عزيزين التوني ديال المنتخب. هذا ميساج موجه لكاع اللاعبين، الا لبستي هذاك القميص ديال المنتخب المغربي راه خصك تطوب الخدمه ديالك على 10 مرات. الا كنت كدير خدمه وحده مع الفريق ديالك، ملي كتجي للمنتخب المغربي خصك دير بزاف ديال الخدمه وتقاتل على هذاك التوني كيف ما تقاتلوا الرجال قبل. ولا ما قدرتش انك تقاتل على هذاك التوني، خلي بلاصتك لواحد اخر. الله كلشي كيتمنى يكون في هذيك البلاصه، وهذيك البلاصه الامنيه ديال اي لاعب في البطوله واي لاعب في الاوروب، الامنيه ديالو انه يمثل المنتخب ديالو. وكاين دابا اللي عندهم هذه الفرصه هاجو ما قدوش يستغلوا. وهذه رساله للسي وليد الركراكي، الجمهور كيعرف قيمتك وكيعرف شنو بنيتي. ولكن الصراحه اخر المباريات ماشي هي الاداء اللي شفنا في اخر المباريات، تراجع بزاف. هذيك الصرامه وداك الضغط وداك الحماس ما بقاش كيبان لينا. ولينا كنشوفوا اللعابه داكشي اللي كيعرف، داكشي اللي جايبين من عند الفراقي ديالو، ما كايناش اللمسه ديال المدرب. وهنا فاش كتبان الصرامه ديال المدرب وكتبان الكاريزما ديال المدرب، وبامكانك تبرهن للجميع ان اسود الاطلس باقي قادين يرجعوا للتوب 4 ديال افريقيا ويورونا العجب. المهم الاخوان، المغرب ضد اوغندا ماشي ماتش اللي صار، راه فرصه باش الفريق يرجع الهيبه ديالو ويوري لنا ان داكشي اللي فات راه غاكبو، ان الاسود ما كيموتوش والاسود غادي يرجعوا اقوى ان شاء الله. نتسناو من اللاعبين يشرحوا لنا في الميدان ويشرحوا لنا في وسط التيران، ماشي في التصريحات، ويبدا يبرهنوا لنا في التصريحات ويصبروا فينا. هادشي راه صافي راه ملينا. ونتسناو من الجمهور الحماس كالعاده. وشكرا لكم بزاف، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، نتلاقاو مورا الماتش ان شاء الله.